السلام عليكم. اغلبنا شفنا الانتشار الكبير للذكاء الاصطناعي اخر فترة، يعني انتشر بشكل ما حدا توقعه. اكيد ما انتشر لانه شيء عادي، انتشر وصار ترند لانه شيء كثير مهم. حتى توقع انه رح يصير يشتغل بدال الانسان ببعض الشغلات، بجوز يحدث نقلة نوعية للعالم. خليت الذكاء الاصطناعي يعطيني تحديات كرة قدم مشان اسويها بالملعب. رح اسوي 4 تحديات من التحديات اللي رح يعطيني اياها. تحمس كثير لهذا المقطع، فكرة جديدة وما حدا سواها من قبل. خلينا نروح على اول مهارة ونشوف شو هي. طبعا كتبت لها انه بدي تحديات كرة قدم حتى اسويها. طبعا هذا الموقع بالانجليزي، فلهيك استخدمت مترجم جوجل. اول تحدي عم اقول انه لازم اتقل بالطابة وامرق بين الاقماع بدون ما اتوقع منه بدون ما المس اي قمة. تحدي جدا سهل، خلينا نروح ونسويه. دقيقة حابة أقولكم إنه هذا أسهل تحدي بالمقطع، والتحديات الجاية رح تكون أصعب بكتير. كل ما مشى المقطع رح تصعب التحديات، فلهيك شوفوا المقطع للنهاية ولا تحكموا على المقطع من هذا التحدي. مثل ما شفتوا الحمد لله من اول محاولة سويت هذا التحدي. التحدي كان جدا سهل. نبدا فيه المقطع. التحديات الجاية رح تكون اصعب بكتير. خلينا نروح ننتقل للتحدي الثاني. التحدي الثاني مثل ما انكم شايفين لازم قدمي الضعيفة اجيبها بمكان انا محدده، هيك كاتب لي بالتحدي. انا رح احط ال90، رح تكون تقريبا اصعب شيء. بحاول اجيبها باليسار اللي هي قدمي الضعيفة بال90. تحدي جدا صعب، لا تستهينوا فيه. فخلينا نروح نبدا المحاولة. ما شفتوا الحمد لله سويت تحدي. التحدي كان صعب شوي لاني صار لي فتره ماني شايط بقدمي الضعيفه اللي هي اليسار او رجلي الضعيفه. على العموم سويناه. خلينا نروح ننتقل للتحدي الثالث. انا بدو التحدي الثالث. اذا مانك مشترك شو لسه عم تسوي؟ انزل لتحت واشترك. خلينا نوصل ان شاء الله 10000 مشترك بأقرب وقت. حطوا لايك على الفيديو مثل ما قلت لكم. خلينا نوصل هذا الفيديو 200 لايك. مثل ما انكم شايفين التحدي الثالث. هذا التحدي جدا صعب، لازم اغطي عيوني والعبها باص شخص معي بالفريق او معي بالملعب. بما ان انا ما معي حدا فقررت اني اصعب هذا التحدي كثير. هغطي عيوني لكن لازم اجيب طابة بالعارضة. مو بس هيك، من مسافتين مختلفتين رح تكونوا. اول مسافة من عند منطقة الجزاء والثانية بعد تقريبا 4 او 5 امتار. تحدي جدا صعب، خلينا نروح نسويه. المستوى الاول هيك خلصنا. خلينا نروح ننتقل للمستوى الثاني. حاليا المستوى اللي بعده خلينا نشوف. الحمد لله بعد ما سوينا التحدي الثالث باقي معنا اخر تحدي بهذا الفيديو. التحدي الرابع مثل ما انكم شايفين لازم احط النية واشوط طابع عليها واجيبها فيها. تحدي مو سهل ابدا لكن ان شاء الله قده. فخلنا نروح نحط النية ونسوي التحدي. مثل ما شفتوا الحمد لله سويت تحدي تقريبا 4 او 5 محاولات اخذ معي. حتى كان اسهل من التحدي اني اجيب الطابة باليسار بال90 لان بتبقى اليسار هي قدم ضعيفة. على العموم الحمد لله هيك سوينا ال4 تحديات ونكون دمرنا شيء اسمه الذكاء الاصطناعي كرة القدم. فلو حبيت الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات حتى اسوي جزء ثاني ونجيب تحديات اصعب من هيك. على العموم اذا لسه ما اشتركت انزل لتحت واشترك بالقناة وفعل زر الجرس. حطوا نقاط تدخلوا نوصل هذا الفيديو 200 لايك. اشوفكم بالمقطع الجاي اللي حتكون بعد 3 ايام. سلام.